خسر ريال مدريد اليوم مباراته أمام نظيره فريال 2-1، واستغل نادي فريال أرض وجمهور ليتغلب على نظيره ريال مدريد بنتيجة 2-1. وقدم نادي فريال مباراة جميلة، وكان الطرف الأفضل في المباراة، وسجل هدفين لتقلب بمكنته تقلبه على فريق ريال مدريد. ريال مدريد هذه الأيام ليس يمر بأفضل حالاته، واللاعبين ليس يقدمون مستوى جيد يقنع الجمهور. ويذكر أن هذه الخسارة تؤثر على فريق ريال مدريد كثيرا، بعدما كان قريب على الصدارة بنفس النقاط مع برشلونة. غدا لعبة برشلونة مع نادي أتلتيكو مدريد في الساعة 11 في توقيت مكة المكرمة. بحالة فوز نادي برشلونة سوف يتصدر الدوري في فرق 3 نقاط، وهذا الشيء الذي يصعب الأمور كثيرا على فريق ريال مدريد. وكان كريم بنزيما ليس في أفضل حالاته، وضيع أكثر من فرصة أمام الهدف.